لسه كنت بتفرج من كام يوم كده على فيديو للكابتن خالد الغندور. بيقول لك ايه بقى الكابتن خالد؟ بيقول لك ان نادي الزمالك بيفاوض مهند لاشين، لاعب مهند لاشين، خط وسط بتاع بيراميدز. بجد والله حاجة غريبة جدا. يعني الزملكاويه بجد الله يكون في عونهم. إدارة فاشلة فاشلة. إدارة نادي الزمالك دي والله العظيم والله إدارة فاشلة. أنا مش عارف، يعني أنت بعد المصايب دي كلها هتجيب مهند لاشين؟ لعيب عادي جدا، يعني لعيب عادي جدا. وبيراميدز بقى هيلبسهولك. يعني انت اللي هتلبس، يعني انت اللي هتلبس. حاجة بجد غريبة جدا في نادي الزمالك. والله العظيم انا عمري ما شفت كده. يعني انت هتاخد لعيب عادي من عند بيراميدز، وبيراميدز هيتخلص منه ويجيب اللي احسن منه بقى. يعني تخيل، خلي بالك وخلي بالك برضو كمان. مهند لاشين لما يروح نادي الزمالك هيجي بمبلغ، يعني هيجي بمبلغ برضه خرافي، هيدفعوا فيه فلوس جامدة جدا. فانت هتجيب لعيب عادي بفلوس جامدة جدا. طب ما انت خلي يعني لعيب من الشباب اللي عندك، طلعه احسن. يعني طلع احسن لعيب من الشباب، ان هو عادي زي العادي. فانت ليه تدفع في العادي؟ انا حاجة بجد انا مش فاهمها. يعني انت هتجيب مهند لاشين تاني؟ يعني مش مكفيك ال 300 لعيب اللي انت جبتهم العادي؟ لا بصراحة نادي الزمالك بيدار بطريقة عشوائية. والله بجد كابتن فاروق جعفر ليه حق بصراحة. يعني هاتوا ناس يا جماعة بتاع الكورة، هاتوا ناس بتاع الكورة. يعني دي ناس بتاعت هاند بول. يعني الناس اللي ماسكة نادي الزمالك دي ناس بتاعت هاند بول وناس بتاعت باسكت بول. لا بجد ما ينفعش، ما ينفعش خالص اللي بيحصل ده. هتجيب مهند لاشين تاني وترجع تاني؟ ما هو ما ينفعش. هو نادي بيراميدز معلش، ولا مهند لاشين ده كويس زي مثلا وليد الكارتي هيسيبهولك؟ والله ما هيسيبهولك، اقسم بالله ما هيسيبهولك. فلا، لازم تعرفوا كده، لازم تعرفوا كده. فانت لعيب عادي خلاص يا عم، ما تخلي اللي عندك، ما انت عندك العادي. فعادي بعادي بقى. انت هتروح تدفع فلوس في لعيب عادي، وترجع السنة الجاية تبقى نفس المصيبة اللي انت فيها. يعني بجد حاجة غريبة جدا في نادي الزمالك. يعني يروح يجيب لعيب عادي، وخلي بالك اللعيب العادي دوت مهند لاشين هتدفع فيه مبالغ كبيره جدا، هتدفع فيه مبالغ كبيره. ونادي بيراميدز ياخد الفلوس يروح بقى يجيب بقى ايه؟ لعيب بقى ايه بقى؟ لعيب من بره بقى، من اوروبا. والله لان بيراميدز خلي بالكو هيلعب الانتر كونتيننتال، وهيلعب كاس العالم للانديه. يعني بيراميدز هيستفاد طبعا على حساب الزمالك، وكله على قفا الزمالك. لا بجد والله، يعني يا جماعة احنا بنتكلم بصراحة، يعني بنتكلم بصراحة. بجد يعني حاجة فشل غريب جدا. انت داخل، انا بقول لكم خلي بالكم الكلام ده انتوا مش هتسمعوه في الاعلام، مش هتسمعه. هو في الاعلام هيطبل، واللي في الاعلام برضو بيخاف ايه؟ بيخاف يعني الناس تزعل منه. لكن انا بقول لك على الكلام اللي هيحصل، انا بقول لك على السيناريو اللي هيحصل. ومحدش هيتكلم في الاعلام غير لما المصيبة تحصل. فانا بقول للزملكاويه يا جدعان خلي بالكم، خلي بالكم، لان ده هيضر الزمالك وهيضر نادي الزمالك. انتوا احرار، بس انا بقول لك على اللي هيحصل. الكلام ده مش هيتقال بره، مش هتسمع الكلام ده في الاعلام. هو في الاعلام هيقول لك جميل جدا ده كده، وفي الاخر هتصحى انت هتلاقي نفسك بره الكونفدراليه. وخلي بالكم الزمالك لو فضل على المنوال ده وفضل على على الطريق دوت مش هيوصل لكونفدراليه. انتوا احرار بجد والله العظيم. يعني نادي الزمالك على رأي كابتن سيد عبد الحفيظ بقى صعبان عليا. لا بجد والله يعني حرام والله. بجد يعني بجد الزمالك رايح لسكة خطيرة جدا. واسمعوا الكباتن على فكرة، اسمعوا الكباتن، ما سيبك مني انا. اسمع كباتن نادي الزمالك واسمع كباتن الكبار بيقولوا ايه. سلام.